بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا مستمرين في الدرس 20 من كتاب حسن المسلم لأدعية الجلسة بين السجدتين. أخذنا في الدرس الماضي الدعاء الأول اللي هو رب اغفر لي رب اغفر لي، واليوم إن شاء الله راح ناخذ الدعاء الثاني اللي هو اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. رواه الترمذي وصححه الألباني. والله ليال ولي وحاكو جرنا وعشر كيلواتنات كتابك حسن المسلم رفيسك مسلمك ما انت وحاك هذا هنا والدعاء دي لابات درسي كيلو صنافة وحاك هذا الدعاء دي كوبات أسيهاي رب اغفر لي رب اغفر لي. يوم انت الدعاء دي لاباتنا خاد هنا ايتهاي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني. نعم هيس ناسي هاي اللهم اغفر لي ألو إيدم بداف وارحمني إن نحرسه واهدني إهنوني واجبرني إكب وعافني إعافي وارزقني إرزاق وارفعني الدلعسي. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. رواه الترمذي وصححه الألباني. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس الله خلال نخذه أسي أبيز وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين وعكسوا ولي نبي نحريسي نبت قال كوركيس هذا إنه ده جري بين السجدتين لو سجودات وده حيثه اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. يعني اسنا اللهم اغفر لي ألو إيدم بداف وارحمني نحريسه واجبرني إكب واهدني إهنوني وارزقني إرزاق. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.